يا مساء الخير والسعادة على احلى متابعين لولاء يوسف. ان شاء الله انا منزله لكم 3 اطقم، وكمان هنغلفهم بالشنط البلاستيك اللي بسوسته وبطريقه حلوه، يكون الطقم شكله كده شيك زي الاطقم الجاهزه بالظبط. متاح كراتين، بس احنا طبعا كل شغلي طبعا اونلاين، فالاونلاين بيحب الشنط اللي بسوست افضل من الكراتين، لان الكراتين بتتبهدل في الشحن. معانا اول طقم ان شاء الله. الطقم دوت قطنه عمريه. تعتبر برضك من الخامة الوسط، هي البورس بتاعها مقفول بس خامة وسط. اخد مني من المنقوش 5 متر ونص، 3 متر ونص منقوش، واخد كمان 2 متر وربع سادة. السادة طبعا زي ما انا قلت لكم انا بشتغل في قطن المحلة السادة. الطقم ده معمول 4 خدديات، الملاية عملتها تعتبر كده هتبقى مقاسها 280 في 240، والاربع خدديات طبعا زي ما انتم شايفين. الخداديه طبعا ليها طريقه معايا، انا عامله لكم فيديو ليها على القناه، بنزل لكم طريقه الخداديه الكرانيش ديت في صندوق الوصف. وانا عامله كده مخدتين، يعتبر 2 خداديه ساده و2 خداديه اللي هم ايه منقوش في ساده مع الكورنيش. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بوريكم بس كده الايه، يعني انا جيت قبل ما اوريكم التغليف وقلت اوريكم الشغل وهو معمول ومفروش على السرير. طبعا ما تنسوش ان انا بكوي بعد ما بشطب الطقم، يعني خياطه وكده، وبعدين بشطبه من الخيوط بكوي الطقم. دخلنا على تاني لون ان شاء الله. اللون دوت بقى دي من الخامه اللي هي العاليه، بورس المقفول، وخامه اعلى حاجه، اعلى درجات العمليه. الطقم ده كمان معمول للسرير 180، وهيكون ان شاء الله 2 خداديه كرانيش و2 خداديه ساده، يعني هو ب4 خداديات مفيش مخدات. جبت منه قد ايه قماش؟ جبت منه 3 متر منقوش و2 متر ونص ساده. طبعا الخداديه نفس طريقه الخداديه اللي هي بكورنيش حواليها، بس اللي بيفرق ان انا عامله كورنيش بسيط كده بين المنقوش والساده، وعامله كمان فيونكات. هبنزلكم ان شاء الله طريقه للفيونكات ديت، هي سهله خالص الفيونكات. طبعا زي ما انتم شايفين انا مدخله معاه لون السيمون. اللون السيمون على فكره هو في الطبيعه احلى كمان من الصور ديت، الطقم في الطبيعه احلى بكتير قوي من التصوير. لا اله الا الله. بوريكم بس الجمال. طبعا دي الخامه اللي انا بقول لكم عليها تبع شركه اسمها زين. لو حد محتاج اتواب جمله من الخامه القطن اللي هي درجه اولى، ان شاء الله متاح، وبنزل لكم رقم تتواصلوا معاه باذن الله. يعني ان شاء الله هحاول كده بقدر الامكان اوفر لكم كل الخامات. جينا بقى للرسمه الترند اللي هي اصلا شغاله معايا بقالها سنين، الزيتوني. طبعا الزيتوني دلوقتي، هي كانت الاول بيبقى بورصه المقفول بدرجه اولى في القطن، دلوقتي متاح منها الوسط، بس هي خامه كويسه. يعني هي انا طبعا زي ما انتم عارفين انا ما بشتغلش في الخامه ان انا ايه احس ان هي طبعا ملمسها في ايدي كويس. دي عاملاه هو الطقم دوت فستونات وبينهم قطان، يعني بين الفستونه قطان، هو دوران عادي زي موج البحر كده زي ما انتم شايفينه، وبين الدوران دي والكورنيش قطان. طريقه القطن دي برضه كنت منزله فيديو في الفيديوهات بتاعتي، وبوريكم بنزلكم في صندوق الوصف. الخداديه بقى بين الكورنيش والخداديه كمان قطان. الطقم ده انت تشوفيه تقولي عليه سهل جدا ما فيهوش اي شغل، لكن هو فعلا بياخد شغل جامد ومجهد. بالنسبه للقطان، تركيب القطان دوت بيمشي عليه بالمكنه كتير، حتى كمان عشان تظبطي كمان الخداديه تطلع معاكي الكورنيش كده. ليها كمان تكتيك كده، يعني مثلا عملتها طلعت واسعه شويه، رحت مديها برواز سنتي عشان تدي منظر حلو كده وتخلي الكورنيش واقف. احنا كده خلصنا مع بعض كده ايه تصوير ال3 اطقم بعد ما كويتهم بصورتهم، وكده هندخل بقى كمان ايه على التغليف. هنا معاكم بصمه، دي يعني هو كارت يعني، بس احنا بنقول عليه يعني في عالم التغليف بصمه. وطبعا هي معموله بشركه مكتوب عليها تركي، يعني فالتركي عادي محدش هنا يسميه على شركه. ومعانا كمان شريط اللي احنا بنربط بيه ندخله في البصمه، بنربطه على الطقم بعد التغليف. ادي معانا اول طقم هنغلفه. ده انا كويات طبعا زي ما انتم عارفين، وفردت لكم الخداديات بنروح مطبقاها 4 تطبيقات، التطبيق بتاعنا العادي، وكمان الخداديات اللي هي الساده. وادي الملايه بطبقها تطبيق عادي، وبخلي طبعا الكورنيش هو منفرد لوحده. الكورنيش معانا اهو. طبعا الكورنيش معايا من طوله من 50 ل55، تمام. ومعانا كيس التغليف، هو بلاستيك، كيس بلاستيك شفاف. هو كمان طوله 60 وعرضه 40.
انا معايا كده خلاص. انا طبقت الملايه على اساس ان هي تبقى قد الكيس. طبعا عرضها 40، في طولها اللي هو ايه طول التطبيق يعني 60 عشان تدخل في الكيس تبقى مظبوطه على الكيس. انا بقيس اهوت. هنروح حاطين بقى الاتنين خداديه اللي هم الساده، وعليهم بقى طبعا الخداديات دي فيها فيونكات بقى وحركات كده، فعايزين نبينها في التغليف عشان تبقى شكلها حلو كمان. يعني الناس بتشتري بالعين قبل ما تمسك الخامه، يعني اهم حاجه الحاجه تبقى قدامها كويسه بالشكل يعني. طبعا هنا لقيت خيط. طبعا بكون مشطبه اصلا، بس طبعا وارد ان احنا يقابلنا حاجه فانت بتشيليها، ما بتسيبيش اي حاجه تحتاج انها تتشال. ده شغلك انتي والفينش بتاعك، فلازم تبسلميه حاجه ايه حاجه كويسه. بحاول برضك اظهر الفيونكه، وبطبق تطبيقه كده مربعات. عملت مربعين يتحطوا جنب بعض لكل خداديه اهمت. تمام كده معانا. باجي بقى لايه للبصمه اللي قلت لكم عليها بالشريط. لا الشريط ده انا هسيبه بقى كده، والشريط ده يطلع قصير. انا كنت عاملاه لطقم تاني، وفي ممكن تجيب الشريط مره بالعرض ومره بالطول. فانا معايا البقره اهيت. البقره على فكره حوالي 200 متر، والبصمه كمان بتبقى 200 كارت مع بعض. بيبقوا مبلغ يعني ايه مش كتير، يعني مثلا بتهيألي تقريبا كده اللفه بتاعه الشريط ب100 وحاجه، والبصمه كذلك برضه بتبقى مثلا 200 بصمه ب100 وحاجه. اسعار واحده يعني. كمان معانا اهوت. انا كده دخلت الشريط من تحت، ودخلت كون مدخله فيه الكارت، وقصيته وعملت له فيونكه كده من رابطه، وربطتها على الطقم. طبعا هي بتمسك الطقم، يعني بصراحه بتمسك الطقم. واروح كمان بقى مدخله الطقم في قلب الكيس. الكيس قدامكم اهو. الكيس على فكره حلو محمل. كيس بسوسته شفاف وش وظهر. احلى على فكره بكتير قوي من اللي هو بيكون وش شفاف والظهر قماش، بيبقاش حلو. ده تقفيله حتى كمان الكيس تقفيله حلو وبيستحمل معانا. بروح بقى مظبطه تطبيقتي للطقم، وظابطه الشريط في النص اللي انا حطاه وحاطه فيه البصمه زي ما انتم شايفين كده. واظبط كمان الشريط من الناحيه التانية، واحاول بردك الفيونكه اللي انا عاملاها في الشريط دي اخليها في اخر الطقم كده ومدرياها، بحيث ان هو الوش والظهر بتاع الطقم والتغليف تبقى حاجه ايه كويسه. يعني زي ما انتم شايفين الطقم كده ما شاء الله جميل اهو معاكم. كده خلاص خلصنا اول طقم. هنيجي بقى لتاني طقم. الرسمه دي على فكره حلوه جدا. الطقم دوت شكله حلو جدا جدا في الطبيعه، ورسمه جميله. زي ما انا وريتكم قبل كده هنطبق الملايه عادي تطبيق عادي، ونروح بقى عاملينها تطبيقتها تبقى عرضها على 40، وطول الكورنيش زي ما احنا قلنا هي بطول الكورنيش 55 سنتي. نروح مطبقين بقى الملايه بقيتها عليه على الكورنيش، ونحط بقى الاتنين خداديه الساده. حطينا بقى الخداديات. هنروح بقى ايه الخداديات اللي هي المنقوشه عملتها مثلثين كده قصاد بعض بالطول التطبيقه، يدوا منظر كويس يعني معاكي كده هما قدام بعض. طبقتهم وبعد كده عملتهم قفلتهم زي مثلثات قصاد بعض، تديكي شكل كويس. طبعا هنا الشريط بقى احنا طبعا خدوا بالكم عملنا الشريط في ديت بالعرض، اما في التانية كانت بالطول. عشان بس واخدين بالكم يعني تبقى هي زي رابطه كده تربطي بيها التطبيقه بتاعتك. طبعا زي ما انتم شايفين الشريط كمان مع البصمه اللي محطوطه دي بتدي منظر حلو قوي قوي في التغليف. وبعدين بروح حاطه بقى الكيس بتاعي طبعا بيبقى معايا مثلا فوطه كده، بروح مسحاه من الوش ومن جوه ومن بره عشان الكيس تبقى حلوه نظيفه. اهو هي كده كده الكيس تبقى جايه نظيفه، بس بيبقى فيها كده زي تراب من جوه كده يعني خفيف كده ومش باين اصلا، بس انا بحس ان هي فيها تراب خفيف كده. بروح مسحها بقطعه قماش ومظبطه بقى خلاص كده. دخلت بقى الطقم جوه الكيس. الكيس ده مقاسه 40 في 60، فالمقاس ده حلو قوي قوي لطقم كرانيش جنب واحد، وطقم وياخد كمان طقم كرانيش 3 جوانب، وبياخد كمان طقم فلات. كله حسب تطبيقتك. كمان بتحط الطقم فيه بيبقى معاكي بصي 10/10، لا بيتحرك ولا اي حاجه، هو جاي بالظبط. يعني انا طبقت الطقم على قد الكيس 40 في 60. هنيجي بقى لتالت طقم. الطقم ده زي ما قلت لكم الطقم دوت كرانيش زجزاج كده زي موج البحر. طبعا هي كورنيش هو قدامك بسيط، بس هي بتاخد شغل اكتر من الكرانيش اللي هي الكبيره يعني. عشان بس تركيب القطان فيها. احنا كده خلاص طبقت. هي تعتبر زي ملايه عاديه. طبقتها برضك هتبقى عرضها 60 في عرضها 40 سوري في 60. ورحت بقى حاطه عليها الاتنين خداديه الساده. الشغل اللي معايا ده 4 خداديات. وكده نروح بقى عاملين ايه
كده انت معاكي خداديتين عملناهم مثلث، وخداديتين عملناهم مربع، خداديتين هيفضل معاك الخداديتين دول هعملهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، مربعين كده، بحيث ان الكرانيش يبان من الجوانب وتحت مقفلين على بعض اهمت بالقطان، يعني يعتبر معاكي ايه مربع دايما يدور كورنيش كده، هيدي منظر حلو كمان. ونروح حاطين بقى عليه الشريط بالبصمه، بس هيكون المره دي بالطول مش بالعرض، بطول التطبيقه بتاعه الطقم. بروح مدخله بقى البصمه قصدي الشريط جوه البصمه ديت، بيبقى في معاهم فتحتين، يعني هو اصلا جاي معاه فتحتين، وبتروحي مدخلاها من الظهر كده، وتروحي بقى حاطه الشريط بتاعك، وتروحي رابطه، تربطي الرابطه بتاعتك عليه اهي. وطبعا هو كده كده الشريط بسيب البكره زي ما هي، مش بقص عشان مش هحضر في الشرايط ديت، بروح مقصقصه على القد وخلاص. قصيت ورحت رابطه زي فيونكه كده من ورا، ورحت خلاص كده عملت الطقم اهو زي ما انتم شايفين، تطبيقه وشكل حلو بردك. انا قلت لك زي ما انت قلت لك بردك اهم حاجه الشكل، الزبون بيشتري الشكل. طبعا احنا ما شاء الله احنا حاجات بقى معموله زي عموله، يعني بتبقى خامه وتفصيل وشكل وتغليف، فلازم نودي الحاجه على احسن وجه يعني. اهو زي ما قلت لكم بمسح الشنطه جوه وبره، وبروح حاطه بقى الطقم بتاعي. طب ايه بقى تطبيقه بسيطه كده عشان تدخليه بسهوله، وبعد كده تظبطيه بايديكي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تعملي بقى بايديكي كده، تظبطي الكرانيشك جوه الشنطه التغليف، ايوه كده. وتحطي برضك تظبطي الشريط بالبصمه، وتخلي كده الطقم في التغليف 10/10. انا بايدي شغاله مع ايدي شغاله في التغليف اهو. بصوا زي ما انتم شايفين، بحاول اي حاجه مثلا اتبهدلت وانا بدخل الطقم جوه الشنطه كيس التغليف، بحاول اظبطها. وبقفل بقى سوستتي، وكده كده الطقم محكم قوي في قلب الكيس اهو بتاع التغليف. ادي اول طقم، وتاني طقم زي ما انتم شايفين، وتالت طقم. التلات اطقم عملتهم بشكل مختلف في التطبيقه. كل كورنيش بيجبرك تعملي الشكل عشان يظهر جماله، فبتعمله شكل كويس. ادي طقم بصوا ده الرصاصي، وده اللي هو السيمون، شكله جميل قوي. الطقم ده على فكره تحفه جدا. هما 3 اطقم ما شاء الله، 3 رسومات دول ما شاء الله جمال جدا على الطبيعه، احلى كمان من التصوير. وبكده خلاص خلصنا كده تصوير الاطقم وتغليفهم. ان شاء الله متاح الكياس اللي هي التغليف ديت متاحه بجميع المقاسات، من 30 و40 و50 في 60. والشريط كمان البكر حوالي 200 متر. والبصمه كذلك برضك، هي اسمه الكارت ده كمان، يعني بيبقى مثلا حوالي تقريبا كده 200 كارت بيبقوا على بعض. يعني حاجات توفر عليكم يعني. هنزل لكم رقم تتواصلوا معاه لو حبيتوا كده، يعني مثلا تعوزوا اكياس تغليف والحاجه بتاعه التغليف، تتواصلوا معاه ان شاء الله. وان شاء الله موجود شحن لاي مكان. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تعملوا لي احلى لايك وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ومع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.